فمبدئيا كده تارنتينو على ادجار رايت. تمام. انا عمر الحجاجي وجايب كلمتين في السريع عن فيلم سيكو سيكو. مبدئيا انا قلت قبل كده انا بحب شعوري الفيلم ده رقم معين، 5/10، 9/10، 10/10. هو الفيلم يا حلو يا وحش. تمام. انا الفيلم ده لما شفت الاعلان بتاعه وشفت القصة بتاعه كان نفسي اشوفه، وبالفعل اول يوم عيد خدت اهلي ورحنا. والفيلم من احلى، او ممكن اقول احلى فيلم انا دخلته اخر فتره دي كلها. ممكن ما اتبسطتش كده في السينما من ساعه نو واي هوم. من اجمد الحاجات ان احنا بنقدم جغرافية الاماكن اللي احنا بنروحها، ايا كانت هي مكان مميز جدا ولا مكان عادي جدا. وطبعا ده بنستفاد منه قدام. اللي بنقدمه بنلاقيه، ودي حاجة ما بلاقيهاش كتير، ودي حاجة بتعجبني جدا. تاني حاجة، الفيلم ده فكرني بأفلام كوينتين تارانتينو وأفلام إدجار رايت بشكل حوار الفصول، وإن أنا مقسمها الشخصيات الكوميكي نوعا ما دي تارنتينو جدا. حوار ان انت تحس ان هي فيديو جيم، وان احنا بنمنشن اصلا فيديو جيم جوه، والكتات والكلام ده جو ادجار رايت، جو سكوت بيلجرام، جو سبيسد. حاجة منتهى الجمال. واللي اكد لي نوعا ما ان المخرج كان قاصد كده، المشهد وهم طالعين العربية لأول مرة لما عصام عمر نط وبعدها طه بينط. ده فكرني بالمشهد ده. Have you ever taken a shortcut before؟ المشهد بتاع سايمون بيج اللي عمل في كوميونيتي تريلوجي كلها. فدي حاجة انا شفتها في الاول، لا انا اشتريت. والمشهد ده انا فاكر صح موجود في التريلر. تمام. وكانت اجمد حاجة موجودة في الفيلم. انا دلوقتي انا جاي احكي قصة سيكو سيكو. انا مش جاي احكي لك الباك ستوري ما بينهم، انا مش جاي احكي لك قصة حب، انا مش جاي احكي لك اي حاجة عن سايكاتريكس. انا ده اللي انا جاي احكيه. كل الحاجات دي ظهرت معانا في النص، تمام، لو ليها مكان. ما ظهرتش يبقى ملهاش مكان، وتمام. يعني مثلا بعد الفيلم سمعت حد بيقول كنت عايزه يبقى رومانتك اكتر. انت مش جاي فيلم رومانتك، حتى لو كوميدي اكتر. انت جاي فيلم القصه دي. انا حكيت القصه دي باسلوب ممتاز. ما كانش عندي اي مانع يبقى فيلم 3 ساعات عامه، ونطول ونخش في الكلام ده، بس ما كانش يطلع الفيلم الاولموست بيرفكت اللي احنا شفناه ده، لو مش بيرفكت. يعني في كام سايد كاركتر كنت عايز اشوفهم اكتر، كنت عايز اتعرف عليهم اكتر. بس انا دلوقتي الفيلم كله من البرسبكتيف بتاع البطلين بتوعنا اللي هم سليم ويحيى. انا لو رحت لده او رحت لده او رحت لدي او ايا كان، الفيلم انت نفسك هتحس ان في حاجه مختله، هتحس ان في حاجه ناقصه. فدي عبقريه الفيلم. واللي عجبني اكتر في الفيلم ان هو الاخراج بتاعه مش ساتل، في ستايل كده واضح، في فلير، اللي هو استعراض عضلات، في شياكه كده، في اللي هو طب بص الكت دي، طب بص ده، طب بص ده. فلا، دي من الحاجات اللي عجبتني جدا. انا بحب الستايل ده. انا اكتر مخرج بحبه في حياتي ادجار رايت. وباذن الله هيبقى فيه فيديو زي كاركتر ستادي كده لادجار رايت والكاركتر ده، عشان انا بحب الراجل ده جدا. فانا لما شفت الفيلم ده انا وقعت في غرامه. طبعا كل ده كلام عن الاخراج وعن الكتابه. تعالوا بقى نتكلم عن الممثلين. طبعا نبدا بالبطلين بتوعنا اللي هم يحيى وسليم. الاتنين كانوا موجودين بشكل قوي وواضح في رمضان، سواء النص الاول او النص التاني. طه دسوقي كان موجود بشخصية ولعة اللي الناس كلها زعلوا عليها. ما ده انا كنت عامل فيديو بقول ان هو يستاهل ان هو يموت، ولسه عند رأيي. ولو عايز تعرف ليه وحشة في الفيديو، شامليز بروموتنج. بس الشخصية دي حاجة، والشخصية في فيلم سيكو سيكو حاجة تانية خالص، النقيض تماما. شخصية ولعة لو شافت شخصية طه دسوقي في فيلم سيكو سيكو يعني هيمسح بالأرض. ترن 180 درجة. حركة ذكية جدا من طه. وشخصية كوميدية، شخصية دمها خفيف، شخصية بيطلع منها كوميديا. نيرد سوشيالي اكورد، عنده شوية مشاكل نفسية احنا بنشوف جلير منها من بعيد كده. شخصية ضعيفة نوعا ما. لو رحنا بقى الناحية التانية اللي هي شخصية يحيى أو عصام عمر، كان طالع طبعا في رمضان شخصية محمد هاني، أوسخ إنسان، كان لازم يتسلسل، شخصية زبالة. لما نروح ليحيى، شخصية عكس شخصية محمد تماما. الشخصيتين فيهم حاجات سلبية، بس شخصية يحيى شخصية مدمرة.
شخصية فاقدة الأمل، فاقدة كل حاجة في الحياة، شخصية سيلف ديستراكتيف. هو لو عليه أنا عايز أموت وأريح دماغي. فإن أنا أجيب الشخصيتين دول، الشخصية المتطلعة للحياة، الشخصية اللي عنده مستقبل، الشخصية اللي عايز يبقى حاجة، اللي عايز يبقى جيم ديفلوبر، وأحطهم مع بعض، شخصيتين عكس بعض تماما. ده البيلد لأي بادي كاب موفي. فنعمل كده بتاع تسوقي وعصام عمر، مع مخرج جامد جدا، وبروفن هيم سيلف في بالطو، بالانفلونس بتاع ادجار رايت وكوينتين تارانتينو، بالكاست ده كله. فانت اكيد داخل على حاجه جامده. وبمناسبه بقى بقيه الكاست، انا عندي شويه مشاكل معاهم. كان نفسي يظهروا اكتر شويتين، بالذات شخصيه وليد المرازي وشخصيه احمد عصام. انا كنت عايز اعرف ايه حوار يومنا ده، من الاخر. واحمد عصام من شخصيه ايمن في عايشه الدور، الشخصيه دي نقيت تماما. وانا يعني الشخصيتين ضحكوني جدا، يعني وانا بحبه جدا. ولو حد عجبه عايز يشوفه في حاجة تاني، كان ظهر في حلقتين في بودكاست اشتري مني، من احلى الحلقات اللي هناك. طيب، والشخصيتين النسائيتين اللي موجود معانا شخصية طارق عماد وشخصية ديانا هشام. ونبدأ بشخصية طارق عماد. بص، هو شخصيتين كنت اتمنى انهم يطولوا معانا شوية، بس مشكلتي مع شخصية طارق عماد انا حاسس انها طلعت مشهدين تلاتة، وكان يجي منها اكتر بكتير قوي قوي. وليها مشهد حلو قوي يعني، بس مش عايز احرق. بس المشهد هما واقفين قصاد بعض كده، لا لا لا، حاجة جميلة. وفي نفس الوقت لو رحنا لشخصية ديان هشام، برضو في مشهد مشابه ليه نوعا ما، وحقها يعني التاني كان ساتل، ده لازم يبقى حاجة اجريسيف كده. الشخصيتين جامدين جدا، والشخصية دي طولت معانا اكتر بكتير. والديناميك ما بينهم ده احنا وضحناه، وكان واضح العلاقة ما بينهم ان هي اصلا من الاول هو في حاجة غلط يعني. اللي بيحصل في دماغه وهما بيتكلموا والكلام ده كله. فلا، دي كانت حاجة جامدة جدا. وفي برضه معانا شخصية علي صبحي وشخصية أحمد عبد الحميد، الاتنين ظهروا وقت قليل جدا، والاتنين المشاهد اللي ظهروا فيها أنا كنت بدمع من الضحك. ولو رحنا شخصية باسم سمرة وشخصية خالد الصاوي، أنا مشكلتي الوحيدة مع الاتنين دول بس إن انتوا على البوستر وفي الإعلان بس دول جلوريفايد كاميو، بس مش أكتر. كان نفسي يطول عن كده. بس نرجع للنقطة اللي أنا قلتها، اي مشهد زياده، اي حاجه زياده. وشخصيه محمود عزب برضه كانت حلوه جدا بالمناسبه. بس نرجع للنقطه اللي أنا كنت لسه بقولها، اي مشهد زياده، اي قصه زياده هنطول فيها زياده عن اللزوم، اي حاجه. انا هبقى بحكي قصه غير اللي انا جاي احكيها. انا هطلع بالاطار اللي انا راسمه لنفسي، انا هطلع من القصه اللي انا جاي احكيها، وهيبقى فيلم تاني خالص. فدي كانت تمنيات مش اكتر، بس الفيلم زي ما هو كده بيرفكت. لو هتخش فيلم واحد، انا يعني مشوفتش بقية الافلام عشان محكمش عليها، بس لو اخترتوا الفيلم ده مش هتندموا، هتضحكوا، هتتبسطوا جدا. الفيلم حوالي ساعتين لو أنا فاكر صح، ومفيش ثانية واحدة ملل. وبس كده، كان معكم الحقيقي، وسلام.